سلام بنات، كنتمنى احوالكم تكون طيبه على خير والصحه ديالكم كذلك تكون على خير. ومرحبا بكم معايا من جديد في قناه صالون ومطبخ آية. اليوم غنحضر معكم جوج الانواع ديال العصائر بمكونات اللي جد بسيطه واقتصاديه وكذلك بطريقه جد سهله ومبسطه. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك ولي لايك فضلا منكم وليس امرا. اول حاجه غنبدا في التحضير ديالها هي الاساس ديال هاد العصائر اللي كنعتمد فيها 5 حبات ديال الليمون او البرتقال ثم لتر ماء بارد. مباشره في هذا الاثناء كناخد الحبات ديال الليمون اللي هما مغسولين وكنقشرهم وكنقسمهم انصاف بهذه الطريقه هذه. من بعد ما قسمتهم انصاف كما كتلاحظوا مباشره في هذا الاثناء غنبدا في تحضير الاساس ديال العصائر. كناخد كأس الخلاط الكهربائي كنوضع فيه قطع ديال الليمون ثم الماء بارد. بالنسبه للقطع ضروري ما نزولوا لهم العظم والبذور باش ما يجيناش الاساس مر. من بعد ما كنعصر الكل في هذا الاثناء كنجيب واحد الشبيكه ثم كنصفيه ضروري من هذه المرحله. من بعد ما كنصفيه كما كتلاحظوا مباشره في هذا الاثناء الكميه اللي تعطاتني كنوريكم الشكل ديالو واللون ديالو. كذلك ممكن تعتمدوا في تحضير عصائر اللي هي كثيره باي فاكهه كتفضلوها. مباشره في هذا الاثناء غنبدا في تحضير العصير الاول اللي كنعتمد فيه الاساس اللي حضرناه. غناخذ منه نصف كميه فقط وعندي نصف لتر ماء بارد. عندي كذلك كميه ديال الفريز ثم السكر سنيده. كنجيب كأس الخلاط الكهربائي كنوضع فيه نصف كميه ديال العصير الاول كما كتلاحظوا ثم كنضيف ليه قطع ديال الفريز اللي كنكونوا غسلناه مسبقا وعقمناه بقطرات من الخل وكنصفيوه ثم كنضيف نصف لتر ماء بارد ثم كنضيف كذلك السكر سنيده. والسكر سنيده كيبقى حسب الذوق. انا بالنسبه لي هنا وضعت 4 معالق كبار لان عندي الفريز محمض شويه. من بعد كنطحن الكل جيدا. ضروري ما نطحنوا هذا العصير مزيان ثم مباشره كنوضعوه في هذا الاثناء كما كتلاحظوا الشكل ديالو واللون ديالو وكذلك الكميه اللي تعطاتني. في هذا الاثناء كذلك غنحضر معكم العصير الثاني اللي كنعتمد فيه نصف كميه اللي تبقات ليا ديال الاساس. كنعتمد كذلك نصف لتر ماء. عندي 3 ديال الخزوات او الجزرات اللي سلقتهم، واحد دانون او ياغورت بمذاق البنان، عندي ملعقه كبيره بودره الحليب ثم السكر سنيده. كنجيب كأس الخلاط الكهربائي كنوضع فيه الكميه ديال العصير ثم كنضيف ليه الخزو او الجزر اللي سلقناه. بالنسبه للماء ديالو زولتو بغيتو تضيفوه كيبقى لكم اختيار. كذلك كنضيف ملعقه كبيره ديال بودره الحليب اللي كتبقى اختياريه ولكن كتضيف لنا واحد المذاق رائع لهذا العصير. ثم كنضيف كذلك ياغورت بمذاق الموز اللي ممكن تعوضوه كذلك بالفاني حتى هو راه كيجي مع هذا العصير رائع. ثم كنضيف 3 معالق كبار ديال السكر سنيده والسكر كيبقى حسب الذوق. ثم كنضيف نصف لتر ماء ثم كنطحن الكل جيدا حتى كنحصلوا على عصير بهذا الشكل هذا. ثم كنفرغوا في هذا الاثناء كما كتلاحظوا الكميه اللي تعطاتني. من بعد ما كملتهم كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال العصائر اللي حضرت معكم اليوم. كما كتلاحظوا عصائر اللي حضرناهم بطريقه جد سهله ومبسطه وكذلك الكميه اللي تعطاتنا كميه اللي هي كتزاد من بعد ما كنضيفوا الفريز وكذلك الخيزو وكذلك الماء. كما كتلاحظوا هنا العصير الاول من بعد ما فرغته في الكاس القوام ديالو اللي ما كيجي ماشي خفيف وماشي عاقد. بالنسبه للقوام حنا اللي كنتحكموا فيه حسب الكميه ديال الماء وكذلك ديال الفريز. كذلك العصير الثاني اللي كيجي رائع كيجي اكثر من هائل وكذلك حتى القوام ديالو كما كتلاحظوا هنا عن قرب واللون فعلا كيجيو واحد العصائر اللي جد لذاذ. كنتمنى فعلا تجربوهم ولا جربتوهم ردوا عليا في التعليقات. وكذلك الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. وشكرا لكم، مع السلامه، الى فيديو اخر باذن الله.